طبعا احنا اتكلمنا كتير عن مشاكل الاطفال والتربيه، ونسينا كلام عن لب الموضوع، بذرة الحمل. قبل ما تيجي كنت فين؟ دلوقتي؟ لا انت ودوزي جيتوا من فين؟ من بطن. لازم يكون الام والاب يعني جاهزين نفسيا، عشان هي صعبه جدا. تحاول تقرا كتير عشان هي تعرف هي عايزه تعمل ايه، لانه اول ما بتولدي او انت حامل في ناس كتير قوي بتديكي معلومات كتير. قاريه سائله، والاب برضه لازم يبقى عارف، يبقى قرار جماعي بينهم هما الاثنين. يا ريت بلاش 4 يا جماعه، احنا في 2017 مش لازم يبقى عندك 25 سنه تقولي نفدني القطر. الست ممكن تخلف لحد 40 سنه واكتر. بتخرجي بتشتغلي، بتحطي مانيكير وبتروحي الكافيهات تقعدي واصحابك وتهزري. مجرد انك بقيتي حامل خلاص بقيتي ام، يعني في جنين في بطنك انت لازم تجهزي له، لازم تاكلي كويس، تنامي كويس، تبقي فت، تاخدي بالك من نفسك عشان المراحل اللي بعد كده اصعب. الحمل دي يعني مرحله تغيير من بني ادمه الى بقره او جاموسه. يعني الموضوع مش بسيط، مش بطن يعني مش شايله شنطه وخلاص، لا لا. هي المراحل الحمل 3. خلاص اول مرحله اول 3 شهور دي مرحله الكذب عشان الحسد، مع ان كل الناس بتضرب عيال وعادي على فكره. وانتي حامل لا يا جماعه انا اتخنت بس يعني دبيت اكله امبارح. ايه ده؟ انتي ترجعتي ليه؟ الغثيان، تبقي حاسه دايما انك عاوزه، حاسه كده نفسي في ايس كريم، نفسي شوكولاته، عاوزه لبن عصفور، تبقي توحمي على حاجه، عاوزه افوكادو من فوق شجره التنين. ايه ده؟ طلبت لبن، اجري اجري هتلاقي بدل ما يطلع الواد في وشه. انا مش مع يعني الموضوع ده قوي، بس لو حاجه متاحه جيبها لها. تنصحي ايه لكل حامل لسه ما خلفوش؟ ان لازم ياكلوا كويس، يعني اكل صحي، يشربوا ميه كتير قوي، ولو قادرين يبقوا يعني يقدروا يمشوا ويعملوا كده على قد ما يقدروا. المرحله الثانيه بتاعت الحمل احلى مرحله، ولا انت تعبانه في الاول ولا انت يعني مليانه في الاخر وهتفرقعي. تعرفي ولد ولا بنت، نقي الاسم، لو بنت حاجات بينك، لو ولد حاجات زرقاء، تبقي سعيده بالحمل. خلاص بقى الناس عرفت بطنك بقت قد كده يعني، فانا حامل وفخوره وقادره اجري وامشي واتمشى. في الفتره دي استغليها واعملي كل حاجه نفسك فيها قبل ما تخلفي. ثالث مرحله يعني بطنك بقى بتكبر جدا، طبعا قربتي تولدي، النفس بقى بيبقى صعب، المشي ممكن بيبقى صعب، الرياله دي شغاله من اول الحمل لاخره، بنريل طبعا. المناخير بتكبر لو ولد او بنت، على فكره ملهاش علاقه، بس ده ولا حاجه بالنسبه لما تخلفي. هو كليشيه شويه، نامي نامي نامي، بس هو نامي. مش كليشيه زي ما خالص. قلت لك قبل كده يا علا، انا ما نمتش من يوم 29 اكتوبر قبل ما البيبي ده يتولد بيوم. نامي على بطنك بقى، على ظهرك، اتشقلبي وانتي واقفه على سيفك، المهم تنامي. مفيش اصل انا مش قادره جنب اليمين بس جنب الشمال، اصل انا مش قادره، بس بطني مش عارفه انام عليها، وبعدين لما بنام على ظهري بطني بتوجعني، وبعدين عندي قولون، وبعدين نامي عندك اللي عندك، نامي. مش معقوله قاعده ورا كل الناس اللي يعني مش معقوله كل الفيديوهات. اخر 3 شهور في الحمل طبعا انت يحق لك اي حاجه، يسمح لك بقى تضربي تشتمي اي حد بحجه الهرمونات طبعا، فبراحتك. الفجر معاكي عيل لازم تستعدي، تجيبي للطفل حاجات، ما تقوريش، ما تجيبيش حاجات غاليه عشان الطفل بيكبر اول 2 3 دول جاري يعني. الشهر مثلا الثامن حضري طبعا شنطه المستشفى من بدري، دي نصيحه. حضري الشنطه جنب الباب، هما بيقولوا كده هو كده فعلا جنب الباب. طبعا البامبرز واللبس هيخرج بيه في المستشفى، واللبس هيتلبس هناك، واللبس يتغير على طول، بس طقم بيجامه جيبيه، وطقم تخرجي بيه اللي هو زي اللي هتدخلي بيه، ما تفكيش ان بطنك هتنزل اول ما توصلي المستشفى وتخرجي. والتتينه ما تنسيش التتينه بالسلسله، واشتري لك 2 على الاقل. ربنا معاكي كده ونامي قبل ما تخلفي. انا قلت اللي عليا يا جماعه، والباقي ربنا. شكرا.